الله نغثونا من النار طلعتونا. واجبنا هذا. عافية النشام، عافية تاج روسنا. بهذه الكلمات روت هذه المرأة العراقية معاناتها في مدينة الفلوجة. الجميع كان بانتظار من يخلصهم من انتهاكات جماعة داعش الإرهابية، ومن نجا من بطش الإرهابيين وصل إلى المناطق الآمنة لينقل الصورة الحقيقية. 3 سنين واحنا محصورين، تمر خايس ناكل، هجولونا يوميا من ديره لديره، مي حار رضينا بيه، اكل بايتنا رضينا بيه، كل شيء رضينا والحمد لله والشكر، الحمد لله، بس الله يفرجها علينا يا الله. الطعام والشراب كان وسيلة ضغط على أهالي الفلوجة لتقديم الولاء لإرهابي داعش وتجنيد أبنائهم في صفوف الجماعة الإرهابية. جايين على بيت جيراننا، قال لهم إذا تخلون واحد من ولدكم يبايع نعطيكم كيس طحين. أبوهم رفض، قال لو مو تنطونا كيس طحين، لا والله أنا ابني ما أنطيه. هجموا بيوتنا، ذبحونا، يتمونا. التمر والماء كان قوت هؤلاء المدنيين في الفلوجة، أشهر عاشها الأهالي بأبسط مقومات الحياة. عشنا 7 أشهر لا تقول لي، أقول لك على التمرات، تمر ومي. الوضع المعاشي والله سيء، الناس تتريق وما تتغدى وما تتعشى، وقسم والله وجبة واحدة وشنو التمر هذا الخايس اللي صار له 2 و3 ما يصلح حتى علف للحيوان. لغة القتل والترهيب كانت السائدة في المدينة. المدنيون أجبروا على الاختباء في البيوت كي لا يتم تصفيتهم من قبل عناصر داعش لرفضهم البقاء كدروع بشرية. وفرحة الوصول إلى بر الأمان غيرت حال من تمكن من الوصول إلى المناطق المحررة من قبل القوات العراقية المشتركة. قاتلين من داعش على مود نشوف مكان الجيش وين، دا نطلع نسلم انفسنا للجيش. قاتلين بالبيوت ليل ونهار على مود ما يشوفونا يحظون بينا ويذبحونا. تقريبا افلس ماليا، يعني دعم ما بقى له، فبدا يحاصر المواطنين. ابو الزرع الحصد تعال اعطيني زرعك، ابو الحلال يجي يلقاه بالاغنام مالته وهذا ياخذ من عنده، ولا شبيكها زكاة المال. وتبقى هذه الصور خير شاهد على جرائم داعش بحق المدنيين في العراق، فمن فر من إرهابه وإجرامه لجأ إلى حضن الوطن، حيث سلطة الدولة والقانون بعيدا عن منطق العصابات وأحكامها.